بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أرض المدافن في البساتين، أرض الجنة، الطريق إلى الجنة. نعم، الطريق إلى الجنة يبدأ من المدافن بصفة عامة. إن المدافن التي وُرِي فيها كل المسلمين والمسلمات في العالم هي طريقنا إلى الجنة. وإذ كنا نتكلم عن هذا الموضوع الصعب القاسي ودخول إلى المدافن والراقدون في هذه المكان، نتكلم بوجهة دينية إسلامية اجتماعية صعبة على النفس أن تقف وسط الذين يرقدون في القبور، وسوف نرقد يوما من الأيام عاجلا أو آجلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرجوا عن الكروب بزيارة القبور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإيمان والإسلام في كل مكان، عندما نزور أهالينا وأقاربنا وكلنا نتباعد ولا نفعلها، هو المكان الأفضل من التنزهات، وإن كانت تنزهات بهجة للنفس. إن هذه المسألة جميلة بشكل لا يتخيله العالم الإسلامي في العالم أجمع. وإذ كنت أتكلم عن هذا الأمر أستطيع أن أذهب إلى أي مكان في جمهورية مصر العربية بالستر والصحة، ولكن مشاق الدنيا وابتلاءاتها ضغط علينا بطريقة لا يعلمها إلا الله الذي صبرني عليها. والجميع يعلم من هو عادل مظلوم وزارة السياحة والآثار، بنجك العربي السيكي العالمي، ليس للشهرة وإنما لدفع عجلة الإسلام والإيمان نحو الفن والإبداع والإعلام الحق لأمة الإسلام وللوطن العربي فيما فيه يعلو وطن العربي ويصبح قويا، ويصبح الإسلام معتدلا وبسيطا كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن ألحق قطار العمر وأزور مكة المكرمة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لا أستطيع الذهاب للغلاء الفاحش المبالغ فيه، وإن كنت أستطيع أن أتحمل ذلك، ولكني صراحة القول المبالغة في الأسعار خطيرة لكل أمة الإسلام في العالم. فعلى قيادة المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية وجميع الدول الإسلامية أن يكونوا أكثر توازنا. إن الدنيا فانية، ونحن في المدافن والمرقد الأخير لكل العالم الذي سوف يرقد هنا. أسعد بهذا المكان. أقرأ الفاتحة وأدعو لأبي وأمي وأخي ولكل المسلمين، أدعو لهم على قدر استطاعتي. إنني لست بملاك ولكني إنسان أصيب وأخطئ. أشكر الظروف التي جعلتني يأتي وأنا مرهق تعبان مريض بالإنفلونزا، وأتقدم في العمر في ظروف صعبة قاسية على أي إنسان يحياها. أدعو الله بالتوفيق لمصر والمصريين ولكل الناس. أدعو القيادات في المجتمع العربي والمجتمع المصري أن ينظروا إلى الرقود في القبر والحساب. أدعو القادة والملوك العرب والعالم أجمع أنهم سوف يرقدون، لن يفلت ظالم ولا جبار. إنني لا أشير لأحد، ولكن ستهنؤون وتأكلون وتشربون وتنامون في القبور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. محدثكم عادل مظلوم، وزارة السياحة والآثار، بنجك السيك العربي العالمي في البساتين، مرقد أبي وأمي وأخي
وجميع موتى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.